السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. ألف مبروك لكابتن أحمد فتوح على الخروج بكفالة 50,000 جنيه في الحادث الأليم اللي خبط واحد بالعربية بتاعته وهو تحت تأثير المخدرات. وحاليا بتجري مفاوضات بين أهل المتوفي وكابتن أحمد فتوح لدفع غرامة أو تعويض عن الحادث الأليم للمتوفي الله يرحمه. غرامة قدرها تقريبا 10 مليون جنيه. بس انا حابب اقول كلمتين لكابتن احمد فتوح ليه وغيره. احمد فتوح كراجل لعيب حريف ما نقدرش نختلف عليه سواء اهلاوي او زملكاوي، ده اللي بيشجع كوره اكيد بيفهم ان هو لعيب حريف وكويس. لكن انا حابب اوجه ليه كلمه مهمه جدا يا كابتن أحمد. انت دفعت غرامه او تعويض لاسره المتوفي والموضوع انتهى والسنين عدت، بس انت سبت اثر والم كبير جدا لاهل المتوفي عمره ما هينتهي. بسبب ايه؟ بسبب استهتارك، بسبب عدم اللامبالاه، وبسبب اللي انت طايش، وبسبب اللي انت شاب صغير وفجأة لقيت فلوس كتير جدا جاتلك وشهرة ومجد ما كنتش تتوقعه. في النهاية نتيجة الاستهتار ناس تانية قاست وعانت معاناة كتيرة جدا. بسبب ايه؟ بسبب الاستهتار او بسبب الفلوس. يعني نقدر نقول لو انت ربنا ما نعمش عليك بالثروة والفلوس ما كنتش هتاخد عربية كبيرة وحلوة وتطلع على الساحل الشمالي وتخبط بيها الناس او تشرب مخدرات. بقول لك ان السبب الحقيقي مش مشكلة في الغنى، المشكلة الحقيقية في اللي بيستخدم المال كوسيلة غلط. لكن ياما ناس كتير قوي غنية جدا وعايشة حياة ميسرة لكن ما بتدوس على الناس. انت سبت ألم كبير قوي للناس، وفي النهاية انت هترجع للملاعب تاني والناس التانية تعيش بقية حياتها في فراق وآلام على ذنب هم ما عملوهوش بسبب استهتارك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.